سمكة القرش المزركشة يمكن قديمة شوية، عشان كده العلماء ما يعرفوش عنها كتير. النوع ده من الأسماك تم اكتشافه من عامي 1879 و 1881، ومن وقتها الدراسات عنها كانت بطيئة جدا وغير مهمة زي باقي الأنواع، والسبب في ده راجع للعمق الكبير اللي بتعيش فيه السمكة دي. القرش القديم ده بيعيش في المحيطين الأطلسي والهادي، وعلى عمق حوالي 1575 متر، يعني حوالي كيلو ونص عن سطح المية. بالمناسبة سمكة القرش المزركشة دي شبه تعبان البحر شوية، واللي بيقال عليها الحفرية الحية، وده بسبب الملامح البارزة الموجودة على وش السمكة. وبالرغم من ان حجم القرش ده صغير شوية، لان حجمه بيوصل ل 2 متر، إناث السمكة دي أكبر من الذكور، وده شيء عادي في أغلبية الحيوانات، وخصوصا في النوع ده، لأن فترة الحمل بتوصل ل3 سنين ونص عشان تيجي سمكة واحدة بس، لأن فترة الحمل بتوصل ل3 سنين ونص، وده عشان تيجي